ما هو الدين؟ ما هي الحضارة؟ وهل يلتقيان؟ الدين هو مجموعة القيم والمثل والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الإنسان وبين القوة العليا التي يؤمن بها، ويفترض أن لا تتجاوز حدود تلك العلاقة. أما الحضارة فهي درجة عليا من الرقي الاجتماعي، نجمت عن التفاعل بين الفكر الحر والعمل الخلوق المتقن. عندما يصل الإنسان إلى تلك الدرجة يعيش حياته بسلام واحترام، ويكون بالتالي أكثر قدرة على الإبداع وأكثر قدرة على الإتقان. الإسلام ليس حضارة، المسيحية ليست حضارة، اليهودية ليست حضارة. باختصار الدين ليس حضارة. الحضارة أعم وأشمل من الدين. الحضارة تشمل الدين. الدين ينطوي تحت لواء الحضارة، هو جزء وهي الكل. ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيضين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن 21. إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية. إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية. إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر. إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات. الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. التنافس يعكس أوجه التشابه أكثر مما يعكس أوجه الاختلاف. كلما ارتقت البشر التقت، وكلما تباعدت في درجة رقيها كلما تصارعت. التفاوت في درجة الرقي هو سبب هذا الصراع. ماذا تقصدين باختصار بجملة واحدة؟ يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم، هذا ما أقصده. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب، وعليهم كم يوقفوا تلك الحرب أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير. أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوصم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة يطلق عليهم أهل البيت، أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ كيف تشرح لطفلك عندما تقول له: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله إلى آخر الآية حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ إذا كنت لا تحفظين الآية فلا تذكريها. هذه الآية أخرجي مصحفا واقرأي الآية حتى تفهميها. اقرأ لي هذه الآية واشرحها، اقرأي كيف أنت. تشرح هذه الآية؟ أنت تتحملين مسؤولية ما تقولين، وإلا فأنت جاهلة تتحدثين جهلا. أخرجي مصحفا واقرأي. اقرأي حتى تفهمي. ليس شرطا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
من الذين أوتوا الكتاب هؤلاء ارتدوا حتى عن دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، دليلا على استسلامهم لقولة الحق وعدم محاربتهم لها تأمينا لطريق الدعوة. افهمي أولا قبل أن تتكلمي. طيب دقيقة تفضل. إذا كان لديك ما يبرر قتالهم، هل لديك ما يبرر أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ أنتم الذين سقطتم رهينة كتاب، أنتم الذين عجزتم أن تخرجوا بإنسانكم خارج حدود عقلية القرون الوسطى. هم أهل كتب، هم ليسوا أهل كتاب. جميع الكتب التي بين أيديكم هي كتبهم. إذا استثنينا أبا هريرة وملحقاته ماذا سيبقى في كتبكم؟ التطرف مرض اجتماعي ابتليت به البشرية في كل زمان ومكان، ولكن عندما يصل هذا التطرف حد الوباء يجب أن تضافر البشرية جهودها من أجل القضاء عليه. التطرف يحرق المجتمع الذي يحتضنه أكثر من المجتمعات التي يتطرف ضدها. التطرف يعمي بصيرة المتطرف ويقضي على إبداعه، يسيء إلى المجتمع الذي وجد فيه أكثر من إساءته إلى المجتمعات الأخرى. نظرة بسيطة ومقارنة أبسط بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأخرى يعطيك عن فكرة عن مدى التطرف في هذه المجتمعات. الانحطاط في الحالة الإنسانية التي وصل إليها المجتمع الإسلامي دليل واضح على التطرف الذي يقود تلك المجتمعات إلى الهاوية. أما الوضع في المجتمعات الغربية يعطيك فكرة على أن التطرف قد عجز أن يلعب دورا كبيرا في تلك المجتمعات. ألا تعتبر السيد الدكتور إبراهيم يقرأ ما يريد أن يقرأه ويتغاضى عما لا يريد أن يقوله. كيف نشر دينه بالسيف واقتحام البلدان ويسميه نشرا بالعدل واحترام حقوق الآخرين، عندما يرفع الدكتور إبراهيم مكبرا للصوت على باب كنيسة ويصرخ كذب الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هل يحترم عقائد الآخرين؟ هل تكذيب الناس في عقائدها هي احترام لتلك العقائد؟ أنا قلت وأكرر قولي أن المسلمين هم الذين بدأوا هذا الصراع، وعليهم كي يتوقف هذا الصراع أن يعيدوا النظر في التعاليم التي تدعو إلى رفض الآخر، التي تدعو إلى قتل الآخر. هو يريد أن يقرأ من تعاليمه ما تتناسب مع رأيه، ويغض النظر عن التعاليم الأخرى التي قسمت العالم إلى قسمين. هم الذين بدأوا هذا الصراع، وعليهم هم بتغيير تعاليمهم أن ينهوا هذا الصراع. أنا لست مسيحية، لست مسلمة ولا يهودية، أنا إنسانة علمانية لا أؤمن بالغيبيات، ولكنني أحترم حق الآخر في ملحدة يعني؟ ملحدة؟ تستطيع أن تقول ما شئت. أنا إنسانة علمانية. أنا بسألك وعاملك بمنطقي. إن كنت ملحدة فلا عتب عليك إن سببت الإسلام ونبي الإسلام لا علاقة لك به. بس دقيقة. أنا لا أدافع عن رأيي من وجهة كوني مسيحية. أنا أريد أن أجلي تلك النقطة. أنا لست مسيحية، لا أدين بأي دين، أنا إنسانة علمانية لا أؤمن بالغيبيات، ولكني أحترم حق كل إنسان في أن يؤمن بها. يا أخي آمن بالحجر، ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين، سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اتركوا الناس في عقائدهم. حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرين. عندما تطعن في مصداقية عقائد الآخرين أنت لا تحترم تلك العقائد.
يجب أن يتأكد المسلمين من تلك الحقيقة، يجب أن يعرفوا تلك الحقيقة، يجب أن يعيدوا النظر في تلك الحقيقة. يحترم الناس عقائدك عندما تحترم عقائدهم، أما عندما توصمهم وتشتمهم بالمغضوب عليهم والضالين لا تمتلك هذا الحق. يجب أن تعرف حدك وتقف عنده. ما نراه من صراع ليس صراعا بين الغرب والإسلام، إنه صراع بين الإسلام من جهة والعالم كله من جهة أخرى، لأن الإسلام قسم العالم إلى قسمين، قسم مسلم وغير مسلم. يتحدث الدكتور إبراهيم عن حملات التنصير في البلاد العربية والإفريقية. لماذا لا يقل لنا إذا ضبط على إنجيل في محفظة رجل مسيحي في السعودية ماذا سيحل به؟ ألا يمارس المسلمون عقائدهم في بلاد الغرب بحرية؟ ألا ينشرون دينهم في بلاد الغرب بحرية؟ ماذا ستفعل برجل غربي إذا ضبط في بلادك يقوم بالدعوة إلى دينه؟ لماذا لا تعامل الناس بنفس الطريقة التي تريدون الناس أن تعاملكم بها؟ احترام الآخرين لك استحقاق تكسبه بعرق جبينك وليس منة يتصدقون بها عليك. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بزعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن ال19 والقرن ال20 لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوذا إلى حطام. لم نرى بوذيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة، ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات. هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم. ما قام به الفنان الدنماركي قد يكون أمرا غير مقبول، لأن المساس بالمقدسات أمر غير مقبول، ولكن حرية التعبير والنقد هي أقدس تلك المقدسات. الفنان الدنماركي لم يعبر عن سلطته الدينية وسلطته السياسية، وإنما عبر عن نفسه. المسلم يصعب عليه أن يفهم تلك الحقيقة، لأن الإسلام كدولة ودين لا يسمح له بأن يتجاوز حدود ذلك الدين وتلك الدولة. رأي الفرد في المجتمع الإسلامي هو رأي الجماعة، ولذلك لا يستطيع أن يحلق بفكره خارج الحدود التي رسمتها له تلك الجماعة. في الغرب الوضع يختلف تماما، يحق للشخص أن يعبر عن رأيه بمعزل عن رأي سلطته الدينية وسلطته السياسية. هذه النقطة على المسلمين أن يفهموها تماما. عندما يحرقوا سفارة هم لا ينتقمون من الفنان، وإنما ينتقلون من الدولة التي لا يمثلها هذا الفنان. طيب. ولكنهم عاجزون عن فهم تلك الحقيقة لأنهم لا يمارسون تلك الحرية.